اهلا بيكم في قناة اصل الطبخة مع ايناس. يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة خضار بالارنب بطريقة بسيطة وسهلة لولادنا، وان شاء الله الفيديو يعجبك. يلا بينا نشوفوا المقادير مع بعض. مقاديرنا عبارة عن ارنب مغسول كويس جدا ومتقطع زي ما انت شايفة، والخضار بتاعنا المقادير بتاعته ربع كيلو من كل صنف، من الكوسة والبطاطس والبسلة والجزر، ومعانا حزمة من الكرفس، ومعانا كوباية صغيرة من لسان العصفور وورق لوري. هنحط في الحلة معانا معلقتين من السمنة، وهحط ورق اللوري والحبهان والبصل وابتدي اشوحهم، وبعد كده ابتدي اضيف معايا الارنب. الخطوة دي بتخلي الأرنب طعمه معايا أحلى ما انتي بتسلقيه على طول. لما بتديله التشويحة دي بيكون معاكي طبعا طعمه بيبقى أحلى بكتير. حتى لو انتي عملتي فرخة برضو تعمليها بالطريقة دي، بتخلي طعم الفرخة بيكون أحلى ما بتتسلق في المية مباشرة. هبتدي ان انا اشوح الأرنب زي ما انتي شايفة كده، وبعد كده هبتدي ان انا اضيف معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة برضو من الملح، واكمل تشويح الارنب، وبعد كده اكون محضرة المية اللي انا هسلقه فيها. هسيبه كده 10 دقايق كده على النار يغلي، وبعد كده اكون محضرة الخضار بتاعي اللي انا هبتدي احطه. هبدأ بحزمة الكرفس. حزمة الكرفس دي بتدي ريحة وطعم جدا، وبتبقى جميلة جدا لشوربة الخضار. لو انت ضفتيها بتبقى طعمها حلو جدا. وبعد كده بضيف معاها البسلة، يعني أنا ببتدي أضيف الخضار اللي بيغيب في السوا هو الأول البسلة، وبعد 10 دقايق بحط الجزر. وكمان التقطيعات بتاعة الخضار لازم تكون كلها نفس التقطيع علشان مفيش حاجة تتهري معاكي. بعد مرور 10 دقايق ببتدي ان انا احط البطاطس، وبعد كده بحط اخر حاجة الكوسة. وما تنسيش لو عجبك الفيديو انت بتتفرجي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. اخر حاجة بحطها بعد الكوسة لسان العصفور اللي انا بكون محمراه. الخضار ده ما بيغيبش معايا على النار، يعني كله على بعضه ممكن ياخد معاكي حوالي ساعة بسلق الارنب. وبكده ان الفيديو معايا انتهى وخلص، وشوربة الخضار اهي، وتكون طبعا خفيفة على المعدة، وان شاء الله تعجب ولادنا. واتمنى الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي.